السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أيها الأصدقاء والأحباء. فيديو جديد من قناة يوسف الصعصاع، كما هي العادة اللي هو تقديم ما قبل الجولة في الدوري الإسباني. نتكلم عن الجولة 34، نتكلم عن بقاء 5 جولات فقط على نهاية هذه التنافسية الرائعة جدا على مستوى الدوري الإسباني. رح نتكلم أيضا عن الحالة المعنوية بالنسبة لبرشلونة وأهمية هذه المباراة من مبدأ المداورة والتجهيز، لأنه كل التفكير حقيقة بالنسبة للجماهير، للاعبين، للإعلام، للصحافة، للكادر الفني والكادر الإداري، هو التركيز الكبير على مباراة انتر ميلان، خاصة أنه مباراة مع بلد الوليد. وكذلك نتكلم عن ريال مدريد والضغوطات الهائلة جدا على مستوى أنشيلوتي، وهل أنشيلوتي مستمر أم غير مستمر. فإذا نتكلم أصدقائي أحبائي عن الجولة 35. لم يبقى سوى نتكلم عن 15 نقطة ممكنة على أرض الواقع، 5 مباريات، بالتالي بنتكلم عن 15 نقطة. برشلونة باقي له حتى الآن باقي له 3 مباريات خارج أرضه ومباراتين على أرضه. مباراتين على أرضه بده يلعب مع ريال مدريد وبده يلعب مع فياريال، مباراتين على أرضه. أما خارج أرضه راح يكون عنده 3 مباريات. مباراة اللي راح تكون هذه الجولة اللي هي مع بلد الوليد، ومن ثم بده يلعب مع اسبانيول، وآخر جولة راح تكون مع أتلتيك بلباو. إذا نتحدث عن التنافسية حاليا هي محصورة ما بين برشلونة وريال مدريد، لأنه نتكلم عن فارق بالنسبة لأتلتيكو مدريد هو عبارة عن 10 نقاط. صراحة الأمور صعبة، بل صعبة بشكل كبير جدا، وأيضا عنده اختبار مش سهل أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد حاليا بفارق 10 نقاط، باقي 15 نقطة ممكن. نتكلم عن 5 جولات، فإذا الأمور أصعب وأصعب. بس الوقت عنده اختبار مش سهل، عنده اختبار مع ألافيز الذي يسعى للابتعاد عن هذه الأماكن. بالمجمل حقيقة في الدوري الإسباني في تنافسيات أخرى وليس فقط على الصدارة. نعم ممكن أتلتيك بلباو إلى حد كبير ضامن الوجود في دوري الأبطال، ولكن في تنافسية هائلة ورائعة جدا ما بين فياريال وريال بيتيس على المركز الخامس بالنسبة لدوري الأبطال، وعندنا تنافسية على مستوى الدوري الأوروبي. قلناها ومنعيدها ومنزيد، تقريبا المركز 15 حاليا عنده أمل أنه يتواجد في البطولات الأوروبية، لربما من مثلا على مستوى المؤتمرات أو الدوري الأوروبي. عدا عن هيك إذا بترجع أيضا من المركز 15 فما دون وربما أكثر، بتحس أنه أيضا لربما أنه مهدد في مساره على مستوى الهبوط. جيرونا، فالنسيا، إشبيليا يعني شوي مرتاحين، ولكن برضو الأمور بتخوف حتى الآن. إذا نتكلم عن 5 جولات ما راح تكون سهلة، راح تكون 5 جولات رائعة وجميلة جدا. نعم الأنظار راحت لدوري الأبطال في اليومين اللي راحوا، والتركيز على مواجهات دوري الأبطال ومتعة دوري الأبطال ومباراة برشلونة وإنتر، ولكن بالواقع في تنافسية أيضا نرجع لها على مستوى الدوري هي هائلة هذا الموسم. إذن أتلتيكو مدريد مباراته مش سهلة خارج أرضه مع ألافيز شفنا مباراتهم مع ريال مدريد. ألافيز حاليا يقاتل على البقاء في الدوري الإسباني، هو ولاس بالماس وليغانيس، عدة أندية واسبانيول موجودين وبيقاتلوا. حتى جيرونا آخر فترة صار في المراكز هاي المخيفة على مستوى البقاء في الدوري الإسباني، ولكن كل شيء وارد ويجب أن تقاتل على أمالك إلى آخر لحظة. وعدا عن هيك أنت شو عندك؟ أتلتيكو مدريد شو عندك؟ يعني ما عنديش إشي. طب فوز في مباراة، امتى جمهورك، حسس جمهورك إنك قاعد بتعوضه. أكيد هو حتى الأخبار حاليا على مستوى أتلتيكو مدريد مش من راح يلعب أو مباراة ألافيز، لا، كل التركيز من اللاعبين. يقول روميرو، يقال كثير لاعبين لربما يتم انتدابهم لحل بعض المشاكل الموجودة في الفريق، وأبرزها القلوب الدفاع، اللي يبدو أن سيميوني يبحث عن قلب دفاع مش ما عندوش قناعة باللاعبين اللي موجودين حاليا بشكل كبير. شوف لوين رايح أتلتيكو مدريد، لكن هو انتهى موسمه ويجب أن يقاتل إلى أبعد حد ممكن. نروح لريال مدريد. ريال مدريد صحيح في كلام، نعم في كلام عن مباراتهم مع سيلتا فيغو، لكن كل الكلام من هو المدرب القادم بالنسبة لريال مدريد. هل يستمر أنشيلوتي؟ خلينا نعطي آخر الأخبار. كل الكلام حاليا أنشيلوتي هو مستمر مبدئيا أقلها لنهاية الدوري. كل الفكرة من سيكون مدرب ريال مدريد في كأس العالم للأندية. الأخبار تقول ربما يكون أنشيلوتي ويستمر في هذه الناحية. في أخبار تقول إنه سولاري مدرب مؤقت راح يكون في كأس العالم للأندية، ومن ثم يأتي تشابي ألونسو من ليفركوزن ويكون هو مدرب ريال مدريد. خرجت أخبار وقالت إنه لا يوجد اتفاق. كل الكلام بين أنشيلوتي والبرازيل هو كلام وهمي، لم يكن ولم يوقع،
ولكن رجعت الأخبار أكدت لا، الاهتمام حاضر، الاهتمام موجود، ولكن كان هو استعجال من إدارة الاتحاد البرازيلي إنه بده يوقعه، ولكن لا، أمور أخرى. حاليا أصلا هو في عنده عقد بده يكمله، بده يستمر فيه. كل الأخبار تقول إنه شبه اتفاق موجود ولكن توقيع مش موجود، وما في مشكلة عند بيريز، والأمور محلولة، ما فيش خلافات مادية، ما فيش أي تعثر. أضحى الأمور، هو رايح مع البرازيل بموافقة من بيريز وأنشيلوتي، وبيريز ما عنده مش أي مشكلة، ولكن الإعلان سيكون من بعد الكلاسيكو. هم بيقول لك يعني مش منطق إنه في هذا الوقت يتم الإعلان، بالرغم من أنه خلص الأمور شبه مفهومة. فإذا حاليا تفكيرنا على مستوى هذه الجولة كيف سنصل إلى الكلاسيكو، لأنه عندك مباراة مع سيلتا فيغو. سيلتا فيغو حاليا نتكلم المركز السابع، إذا هو متأهل للدوري الأوروبي، ولكن في تنافسية قوية جدا، بل ولربما بالرغم من أنه هو فارق عن ريال بيتيس تقريبا 7 أو 8 نقاط، أتوقع 8 نقاط، ولكن لربما عنده طموح الوصول لدور الأبطال، بما أنه إحنا بنتكلم حاليا عن 15 نقطة، بنتكلم عن 5 جولات، فهو عنده طموح أنه بدي أسعى أكثر وأكثر والوصول إلى خانة أكبر ترشحني لدوري الأبطال، وكل شيء وارد وممكن. خاصة أتلتيك بلباو بيفوز في الدوري الأوروبي، أيضا بيروحوا بأخذوا كمان مركز بالنسبة للدوري الإسباني، إذا ممكن يتأهل المركز السادس لدوري الأبطال، وهذه نقطة مساعدة إنه يسعى إلى تثبيت مكانته حاليا والتقدم أكثر وأكثر. إذا مباراة مش سهلة. شفنا سيلتا فيغو مع برشلونة، وشفنا الرومنتادا اللي حدثت، وشفنا ركلة الجزاء في آخر الثواني، شفنا هدف رافينيا، وما مش سيلتا فيغو مش فريق هين أبدا مع مدربه الشاب الرائع جدا. الفريق يقدم أداء مبهر حقيقة على أرضية الميدان، والفريق بيحقق نتائج رائعة جدا، وهو منافس وشرس حقيقي. بل ربما، وممكن البعض هون ما يعجبوا الكلام، الدافع عند سيلتا فيغو لا يقل عن الدافع بالنسبة لريال مدريد، لا يقل. يعني ريال مدريد نعم يحافظ على مكانته بتنافسيته على مستوى الدوري، وشو بنتظر ريال مدريد؟ بنتظر ريال مدريد كمان ضربة لبرشلونة على مستوى انتر ميلان، وتجيني انت مرهق بدنيا من مباراتك بإنتر ميلان، أكون أنا فايز على سيلتا فيغو، ولربما إنه تحصل وأنا أفوز عليك على أرضك. بصف الموضوع نقطة. إذا رجعنا الدوري للصفر، رجعنا الدوري لتنافسيته من الصفر. ليش؟ برشلونة من بعد ذلك بده يلعب خارج أرضه مع اسبانيول، بده يلعب مع أتلتيك بلباو خارج أرضه، فمش راح تكون مباريات سهلة. وبصفي له مباراة على أرضه مع فياريال الذي يقاتل على الدوري الأبطال. فإذا لا، يعني الآمال موجود عند ريال مدريد. يجب إنه ريال مدريد ما يتخاذل أو ما يتراجع، بحيث في وقت من الأوقات يندم إنه كان بالإمكان أفضل مما كان. إذا مباراة سيلتا فيغو مهمة بشكل هائل وكبير جدا. أيضا هي مباراة تعافي من النكسات التي حدثت. أنت قبل أسبوعين خرجت على يد أرسنال، أنت قبل أسبوع أنت خسرت من برشلونة. لا، هاي الأمور بصراحة فارقة، في عوامل كبيرة جدا تعمل في ريال مدريد على تحفيزه في هذه المباراة. مبابي، فينيسيوس، نتكلم عن أسماء. فهي أنا أتوقع هي المباراة، بديش أبالغ، بالرغم من صعوبتها وبالرغم من قناعتي التامة إنه سيلتا فيغو لن يكن الخصم السهل على أرضية الميدان، إلا إنه تقريبا 90% 80% ربما تشوفني ببالغ، بس مش هاي المباراة اللي راح يتعثر فيها ريال مدريد. راح تكون ردة فعل عنيفة جدا، ربما ردة فعل بأهداف بأداء، لربما. بالرغم من إنه حقيقة دائما نقولها، لما تكون الأوضاع مثلا وأنت بتحقق نتائج، الإعلام بتركك. حاليا الإعلام نازل ينهش في ريال مدريد، حتى بيريز لم يسلم من الانتقادات، حتى المدرب يقول لك شو أخبار مدرب بتفاوض مع الاتحاد البرازيلي، كيف بده يحفز اللاعبين في مباراة سيلتا فيغو. هو في منه هذا الكلام، ولكن في النهاية الأصل إنه خلاص أنت بتتبرمج نفسك مع الأوضاع اللي أنت بتعيشها والسوء اللي أنت عايشه على مستوى النتائج أو الأخبار اللي هي بتساوي ضغط على بعض اللاعبين. فبالمقابل الأصل إنك أنت تفرغ كل الشحن في هذه المباراة. وكتوقعات أنا بشوف إنه بفوز ريال مدريد في هذه المباراة، ولكن لن تكون سهلة، مع أمنياتي بتعثر لريال مدريد بحيث إنه يرتاح برشلونة أكثر وأكثر. إذا المباراة مش سهلة، خصم صعب، خلينا ننتظر ونشوف. مشكلة كبيرة يعاني ريال مدريد من الغيابات، نتكلم عن كارفاخال، ميليتاو، غيابات دائمة طويلة إنسان منها، لكن يضاف إلها كامافينجا، يضاف ألابا،
ألابا، يضاف روديجر بده يعمل عملية، هو عدا عن الحرمان اللي موجود عنده. نتكلم عن غيابات مهمة بشكل كبير جدا، وآخرها كان غياب مندي. فلا ألابا ولا مندي، الاعتماد على غارسيا، شو بده يصير في الفريق؟ بصراحة مشاكل كلياتها اجتمعت ما بين إصابات، ما بين موضوع أنشيلوتي، ما بين الخسائر الأخيرة، ما بين الصحافي لا ترحم حاليا. خلينا ننتظر مباراة مهمة جدا، وأنا على قناعة تامة إنه يجب إنه يكون ريال مدريد عنده حافز في قتاليته على مستوى الدوري. نعم، جماهير ريال مدريد لربما تقول لك حتى لو في مداورة بلد الوليد وبرشلونة، المنطق يقول إنه برشلونة يفوز، لكن كل شيء وارد، هذه كرة قدم، كل شيء وارد. راح يدخل برشلونة في هذه المباراة وذهنه في مباراة انتر ميلان. خلينا نحاول نضغط على برشلونة أكثر وأكثر، وبنفس الوقت ما أخليه يرتاح، وبنتظر من بعد مباراة انتر ميلان خلينا نشوف شو بصير معه. ممكن أروحه على أرضه أضربه. هاي كرة قدم، ما تحكي لي أنت فزت في 3 كلاسيكو وانتهى الموضوع، لا، هذا كلام فارغ. في المقابل برشلونة راح يلعب مباراة هو داخليا يتمنى انه هاي المباراة مش موجودة في الجدول. يعني انا كيف بدي اشيل هاي المباراة من حساباتي؟ انا كيف بدي اخرج من هذه المباراة باقل الاضرار، بمداورة، بدون اصابات، بدون حتى نكسات على مستوى النتيجة؟ انا بدي 3 نقاط بنصف هدف. أنا عندي مهمة، كن هي مهمة صعبة جدا. بدك تلعب على أرض انتر ميلان اللي أنت ما قدرت تنتصر على أرضك عليه، فبالتالي مش راح تكون مواجهة سهلة. وكل التفكير والذهن في هذه المباراة، كل الكلام عن هذه المباراة قولا واحدا. ما في مجال إني أنا أحاول أحفز اللاعبين اطلعوا كذا. عشان هيك فليك راح يذهب للمداورة، وليس فقط لأجل إراحة اللاعبين، لا، لأجل العملية الذهنية اللي موجودة عند بعض اللاعبين. يعني أنا والله بابلو توريه هو ما عنده أمل يلعب في مباراة إنتر، فأنا محتاجه ذهنيا أصلا لربما يكون حاضر في هذه المباراة أكثر من بعض اللاعبين الآخرين. كريستنسن من بعد دخوله في دقائق في مباراة إنتر ميلان، والله هاي المباراة أنا ربما أحتاجه ذهنيا، ممكن يفيدني أكثر من كوبارسي أو مارتينيز. يعني على أرض الواقع ممكن في هذه المباراة يكون أفضل، ممكن باو فيكتور في هذه المباراة يعطيني أفضل من فيران توريس. ده ربما هو فعليا الذهاب للمداورة ناحيتين، إراحة لاعبين، وهذا الشيء الأهم، وأتوقع أنه راح تكون مداورة كبيرة في هذه المباراة. وبنفس الوقت لا، في بعض اللاعبين ممكن ذهنيا يكونوا حاضرين أفضل من بعض اللاعبين الأساسيين اللي جودتهم أعلى أكيد باي ديفولت، ولكن نظرا لحاجة هذه المباراة، مباراة فيش مجال لأي نوع من التعثر، لأني مش محتاج لا قدر الله أني أذهب أيضا مضروب معنويا على مباراة انتر ميلان. بنفس الوقت الخصم آخر 15 مباراة عنده فوز وتعادل، والباقي المباريات خسارة. آخر 7 مباريات خسرها تماما. هو بلد الوليد حاليا أصلا فقد نسبة وجوده أصلا على مستوى الدوري الإسباني، فالأمور تقريبا محسومة ومنتهية. والمنطق يقول إنه عبارة عن 3 نقاط بدي أخرج فيهم. وبصراحة يعني بينه وبين نفسه فليك بيحكي يا إلهي ما أثقل دم هالمباراة، يا الله توقيتها مش وقت، ومش لا الذهن ولا شيء يعني حاضر في هذه المباراة. فمدى قدرته على توعية اللاعبين إنها خطيرة. دائما الأمور لما تكون مرشحة بنسبة كبيرة لا، بدك تحسب حساب من فعل عكسي، بحيث انه يكون في تعالي اكثر واكثر على هذه المباراة. لا، في النهاية المباراة خارج ارضك. ويقال ايضا على مستوى بلد الوليد انه راح تكون الجماهير حاضرة بشكل كبير، ليس لاجل برشلونة، لا، لانه اعتراض على رونالدو الظاهرة اللي هو مالك النادي، بل بدهم يوزعوا ايضا كانه عملة نقدية مكتوب عليها، محطوط صورة الظاهرة، واعتراض انه بيع النادي او اترك النادي ما بدنا اياك، لانهم هبطوا رسميا. فلربما هذا الشيء يخلق حماس عند الجماهير. ما بنعرف كيف ممكن يدخل بلد الوليد هذه المباراة، فالحذر وكل الحذر، ويجب احترام الخصم مهما كان يعيش ظروف صعبة. لا، بدي أفوز. هي مباراة غثيثة في وقت صعب جدا إني أجي أنا أشيل ذهنيا إنه في جاي مباراة مع إنتر ميلان. فحقيقة عشان أفوز في مباراة إنتر ميلان يجب أن أخرج من هذه المباراة منتصرا، والحفاظ على فارق ال4 نقاط بغض النظر هل شو راح يصير مع ريال مدريد، والتفكير أيضا في الكلاسيكو. يا جماعة في نقطة مهمة جدا، الدوري كضماني لتحقيقه أكثر من موضوع دوري الأبطال، بالرغم من أنه دوري الأبطال كل يضيل له مباراتين أيضا. يعني إحنا بنتكلم عن موضوع الدوري باقي 5 مباريات،
ضمانته أكبر من إني أحقق دوري الأبطال، لأنه عندي مباراة صعبة. أنا لا أقول هذا الكلام بحيث إنه أنا أركز حاليا على الدوري أكثر من دوري الأبطال، لا، هو دوري الأبطال هو حلم، هو حلم عند اللاعبين، عند الجماهير، عند الإدارة، لا خلاف على قيمة وروعة وجمال دوري الأبطال. ولكن ما مستعد أنا أفكر لي لحظة إني أستغني عن الدوري أو أستغني عن مباراة وأشوف شو بيصير معي. لا، في فريق بينافسني حاليا هو مرتاح، ما عندوش إشي. ريال مدريد من آخر مباراة لعبها مع برشلونة في الكأس حتى الآن هو مرتاح، بينما في المقابل برشلونة لا، لعب مباراة مع انتر ميلان وراح يلعب مباراة مع بلد الوليد، بعدين بده يروح يلعب مع انتر ميلان، بعدين بده يرجع لك في الكلاسيكو. فلا، العب بالمضمون هذه المباراة والثلاث نقاط اللي ما فيش مجال مجرد تفكير انك تضيعها. فيجب انك التركيز انه بدي الثلاث نقاط، وما تخلي تعادلك او تركيزك على انتر ميلان يخليك تخسر نقاط في هذه المباراة. طبعا عندنا غيابات اللي هي متعارف عليها. خلينا ناخذ اخر الكلام بالنسبة لبرشلونة على مستوى الغيابات. الحمد لله خبر جميل ورائع جدا، وشوفنا مدى تأثير غياب بالدي. يا جماعة لما نتكلم غياب بالدي البعض بشوفنا ممكن انه منبالغ، بس صدقا لانه انا بضطر اني اخسر الكثير على ارضية الملعب بغياب بالدي، من ناحية الوظائف اللي ممكن يقوم فيها رافينيا والواجبات بالنسبة لأولمو، حتى على مستوى قلوب الدفاع والانتباه لهذه الجهة. حطها على جانب هذا في وجود مارتن. طيب انا بضطر روح يا إنيجو مارتينيز، بدخل أراوخو، تغييرات، بخسر أوراق رابحة من الدك لأجل هذا المركز الخطير. ومدى تأثير غياب بالدي لم أكن أتصور أنه غياب بالدي راح يكون بهذه الأهمية حقيقة، ولكن لما شفنا المباريات اللي لعبناها لا، في واضح جدا في عندي مشكلة في هذه الناحية. وشفنا دومفريس شو عمل، سجل هدفين وصنع هدف. طبعا هي أكيد كرات ثابتة، ليس مشكلة من هذه الجهة، ولكن في النهاية أكيد أنه في عندي مشكلة كبيرة جدا بغياب بالدي. في المقابل راح يرجع بالدي بإذن الله سبحانه وتعالى، وأكيد راح يأخذ دقائق في هذه المباراة، نظرا فقط لأنه التفكير في مباراة انتر ميلان من مبدأ أنه دخلنا أخذنا أجواء المباريات، رجعنا لكرة القدم، فقط راح تكون دقائق أتوقع من خلال الشوط الثاني. إذا مارتن بده يكون موجود. في المقابل خسرنا كوندي. خبر كان مؤسف ويعني مؤلم بالنسبة أيضا لجماهير، غياب 5 مباريات. غياب كوندي ليس فقط عن إياب انتر ميلان، لا، هو راح يغيب عن مباراة الكلاسيكو، راح يغيب عن مباراة فياريال ومباراة اسبانيول، ربما يكون حاضر في مباراة أتلتيك بالباو، لربما. وإن قدر لي برشلونة بإذن الله سبحانه وتعالى والوصول إلى نهائي دوري الأبطال في ميونخ، لربما إنه يكون حاضر. وكل التفكير حاليا إنه إذا بده يكون حاضر لهذه المباراة، بعد ذلك مش راح يكون تفكير إنه نستعجل في عودة كوندي. خبر مزعج في وقت مزعج، لأنه أنا بضطر برضو إنه يروح غارسيا لهذه الناحية، بالرغم من إنه حقيقة كتشكيل وتكتيك هو غيابه أقل يعني من غياب بالدي، ولكن كقيمة كوندي في آخر المباريات وهو سجل هدف في ريال مدريد، والأداء والروعة والثبات اللي قدمه في آخر المباريات، للأسف الشديد غيابه كان في وقت حساس. غارسيا ليس بذلك السوء بصراحة، يعني العذر كل العذر وليس تقليل من قيمة مارتن. لكن لما أتكلم مارتن بديل بالدي هنا أنا يعني بجيب العيد من الآخر، بينما في المقابل لما أتكلم غارسيا مكان كوندي لا، يعني بيمشي الحال مش زي كوندي أكيد. بس المشكلة الأكبر بالنسبة إلي أنا إني أنا بخسر غارسيا كورقة رابحة، أحيانا بتكون على مستوى خط الوسط أو على مستوى قلوب الدفاع، وربما أيضا كورقة رابحة على مستوى الظهير، ولكن حاليا هو أساسي، راح يكون في باقي المباريات واضح جدا حتى نهاية هذا الموسم. أكيد مش راح يدخل، أنا من وجهة نظري أتوقع لامين يامال إذا بدي أحتاج راح يكون من خلال الشوط الثاني، إذا بدي أحتاج رافينيا راح يكون من خلال الشوط الثاني. أكيد بدي أريح واحد من لاعبي الوسط، واحد هذا أقل وإن لم يكن الخيار بإراحة لاعبين، ربما يكون كريستنسن أساسي فبتريح واحد من قلوب الدفاع، وهذا شيء مهم جدا. مارتن راح يكون حاضر بما أنه خلص تم التأكيد أنه راح يكون حاضر اللي هو بالدي في مباراة انتر ميلان، ربما فورت يأخذ دقائق، بابلو توريه، خلينا نحكي فاتي لربما يأخذ دقائق. في عندك بعض اللاعبين اللي ممكن انك تعمل مداورة، وقلت انا يعني من حسنات المداورة إراحة اللاعبين والتفكير في مباراة انتر ميلان، وكذلك الحالة الذهنية لبعض اللاعبين اللي ربما يدخلوا من الدكة افضل من بعض اللاعبين اللي كل تفكيرهم راح يكون يعني واحد زي رافينيا. اتوقع انا عارف رافينيا مجتهد واكيد عنده الجرينتا وعنده كل شيء، بس اتوقع راح يدخل المباراة وهو داخل بفكر في مباراة انتر ميلان. موضوع مش سهل، حتى مدربك راح يكون مفكر في مباراة انتر ميلان. هي المنطق يقول حتى لو بدك تدخل في لاعبي الدكة، المنطق انك ما تضيع هذه المباراة، لكن بدك تكون حريص جدا انه اياك
التهاون، ويجب إحراز 3 نقاط. يا جماعة بدي أختم في موضوع مهم جدا. أنا بالنسبة إلي، عشان بعض الجماهير لربما تأخذ الموضوع اني انا ببالغ في موضوع انه ما زالت الامال قائمة. يا رجل احنا بنلعب مع انتر ميلان، انتر ميلان تعادل على ارضك، بس بدك تحط ببالك انت تأخرت بهدفين على ارضك مع انتر ميلان، انت تأخرت بهدفين وعودت، وهذه تعتبر عودة. انا ما بدي اطبل لك انها كانت مباراة نموذجية انت قدمتها، لا لم تقدم مباراة نموذجية، وعندك اخطاء دفاعية، وعندك مشكلة في الكرات الثابتة، وعندك مشكلة في مصيدة التسلل، وعندك مشكلة بإضاعة الفرص. كل هذا الكلام على العين والراس، لكن احنا وصلنا آخر المراحل، فطبيعي جدا كل فريق عنده مشاكله. وشفنا انتر ميلان على أرض برشلونة أيضا عنده مشاكل واضح جدا، يعني صعب انك انت تتجاهلها، واضحة وموجودة على مستوى خطوط الدفاع بشكل عام، سواء كانت الأظهرة أو قلوب الدفاع، كان مشكلة حتى على مستوى خط الوسط. ففي مشاكل هون وفي مشاكل هون، مين بيستفيد أكثر يا جماعة؟ هذا هو حال مباريات دوري الأبطال، لحظات بتكون فارقة. في المجمل انت بتتكلم عن برشلونة خرج وعاد من بعد خلينا نحكي تأخر بهدفين، وحط ببالك في قائم وفي كمان عارضة في الشوط الأول لامين يامال، في فرص كان ممكن تم استغلالها، يعني كان ممكن برشلونة يخرج من هذه المواجهة بتقدم بأكثر من هدف صدقا بدون أي مبالغة، ولو كان الدفاع حاضر، لو كان تشيلزني. يعني أنا السؤال هذا اللي بدي أطرحه عليكم وعندكم، مين خيب أمالك بشكل كبير في هذه المباراة؟ لاعبين بصراحة، أولمو وتشيزني. أولمو وين أنت عن لامين يامال والتحركات اللي عملها، وكان يدور على لاعب وأعطى عرضيات، أعطى قطريات، أعطى كثير كرات، إنه إحنا كنا بحاجة بتواجدك وذكائك بين الخطوط، أنت كنت مش موجود في هذه اللحظات، وفي عتب عليه بصراحة على مستوى الهدف اللي سجله دومفريس. كذلك بتروح لتشيزني 3 تسديدات، نعم كان في عمل استباقي منه، كان في خروج في بعض الكرات الخطيرة اللي ربما كانت ممكن تنتهي بأهداف، ولكن 3 كرات ب3 أهداف صراحة كان في سوء تمركز وسوء تركيز واضح جدا. خذلونا 2، لكن الأمل وكل الأمل في مباراة الإياب الأمور ستختلف بإذن الله. فما يكون الموضوع تشاؤمي بشكل كبير، وبدك تحط ببالك نقطة مهمة جدا، أنت وين كنت تفكر وين أنت حاليا قاعد بتفكر في مباراة ربما تصل فيها إلى نهائي دوري الأبطال. نعم لربما يجيك شخص أو مثلا تعليق أو فكر آخر وأتفق معه إنه أنت أصلا مش كل مرة بتوصل هذه المرحلة، فمن حقي إني أنا أقاتل على كل شيء يتاح لي. أنا ما بعرف شو ظروف الموسم القادم، أنت ما بتعرف فعليا. تعال حتى لمباراة الانتر ميلان الشوط الأول أنت ما استغليتش شو صح لك، بالرغم من تأخرك من هدفين كان ممكن أفضل. ما هو أنا بضمنش الشوط الأول الثاني شو راح يصير. دخلنا الشوط الثاني ما بين الإعداد البدني، ما بين تقدم إنتر ميلان، أفكار إنزاكي وكذا، اختلفت الأمور. إذن دائما استغل فرصك. فعشان هيك أنت حاليا في فرصة فعلا ثلاثية من حقك انك تقاتل عليها. تفكيري راح نشاهد مباراة بلد الوليد، وكل تفكيرنا في مباراة انتر ميلان اللي راح تكون حاسمة ومهمة جدا، بل لربما انها تكون لا قدر الله مؤذية على مستوى تنافسيته في الدوري من بعد مباراة انتر ميلان. بدي العب الكلاسيكو. ريال مدريد راح يجيك مرتاح اسبوع، انت بدك تلعب مباراة كبيرة مع انتر ميلان، ومن ثم ستلعب مع ريال مدريد. تخيل عزيزي انت لعبت يوم الاربعاء، خميس، جمعة، سبت بدك تلعب مباراة، أحد، اثنين، 3 بدك تلعب مباراة. واو ضغط هائل. فأكيد هي مباراة المداورة. نراكم بإذن الله في فيديوهات قادمة أصدقائي أحبائي. لا تنسى الاشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.